نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. وإن أتباع الشيطان هم أعداء الحق في كل زمان ومكان، وأعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن أعظم وسائلهم في مقاومة الرسل وما جاءوا به من حق عظيم توافقه الآيات العظمى المدهشة. من أعظم وسائلهم في هذه المقاومة هو الكذب والبهت، وهذا سبيل كل مبتدع مبطل يقاوم الحق وأهله بالكذب والبهت. والبهت لأهل الحق مع تزيين الباطل وزخرفته لأتباعهم الذين ألغوا عقولهم وشخصياتهم، وهذه الزخرفة استمدوها من إمامهم إبليس اللعين. ومن أتباع فرعون ومن كبار أتباعه من أتباع إبليس فرعون اللعين قبحه الله، وكم له من النظراء. قال تعالى في بيان كذب وفجور هذا اللعين: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فكذب عدو الله وقال أنا ربكم الأعلى، فأي كذب أقبح من هذا الكذب الشنيع؟ فأخذه الله بكذبه وتكذيبه وكفره وجعل ذلك عبرة لمن يخشى من المعتذرين. ومن كذبه قوله للسحرة لما أسلموا بعد أن غلبوا وقهرتهم آية الله الباهرة، قال فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. انظروا إلى هذا الدفات الخبيث. قال لهم لما آمنوا وأسلموا آمنتم له قبل أن آذن لكم، ثم افترى هذه الفرية العظيمة إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. يعني موسى عليه الصلاة والسلام لما جاء بتلك الآية الباهرة العصا التي ابتلعت واديا من العصي والحبال التي خير الناس أنها حيات تسعى. وأعداء الرسل لا يقاومون الرسل إلا بالكذب ورميهم بالجنون والسحر وما شاكل ذلك، وكل هذه من أكاذيبهم وأساطيرهم قبحهم الله، ويتأسى بهم كثير من أهل الأهواء وأهل الضلال في بهت أهل الحق.